قصة الفيلم تبدأ من 2039 وتكون الأرض مليانة بشر فوق العدد الطبيعي، والسبب ده تقل الموارد ومتكفيش كل البشر. بتصدر الأمم المتحدة قرار لتخفيض الكثافة السكانية في كل دولة بنسبة 5%، وأمريكا تعمل قانون اسمه التقليص. القانون ده بيتطبق على الطلاب في كل سنة بالامتحانات، واللي يسقط في الامتحان يتعدم بحقنة فيها مادة مميتة. بتطلع طالبة اسمها لينا وهي تدرس طالب اسمه سايمون. هو كان فاشل في الرياضيات، فتدي لينا عدسات يحل بيها الأسئلة. بيطلع طالب تاني اسمه بليك وهو ابن محافظ ولاية تكساس اللي اسمه دين. ده شيخ ده ولا محافظ؟ ويظهر بليك مع إيلي حبيبته في العربية ويتكلم معاها عن الامتحان اللي هيكون بكرة، وإيلي كانت متوترة وخايفة، بس بليك كان بيشجعها. ويشوفه حارس من حراس أبوه يوديه لأبوه. أبوه زن عليه عشان يطلع لأن عنده بكرة امتحان، وبسبب الامتحان ده يا هيعيش يا هيموت. وقال له إيلي دي هتموتك يا غبي. تاني يوم يجي وقت الامتحان، ويجي الطلاب ويتفتشوا قبل ما يدخلوا الامتحان، وبليك يطلب من لينا إنها تديله عدسة من عدساتها للغش، بس طلعت وزعتهم كلهم. بقول لها الله يخرب بيتك، هنغش ازاي دلوقتي؟ بتمشي مع صديقها كيلينج قبل ما يوصلوا مكان التفتيش. في التفتيش يفشل أمن طالب كاتب الأجوبة على إيده بحبر مخفي، يحاول يهرب بس يفشوه بالشبكة زي السمك وياخدوه ويعدموه. يبدأ الامتحان اللي مدته ساعتين، والطلاب يحلوا الأسئلة وتحل لينا بسرعة وأول واحد تخلص. ويظهر صاحبها وعينه مدمعة لأنه مش مجاوب كويس وخايف يعدموه بالجزم. وهو ما يخلص وقت الامتحان يصححوه بسرعة وتطلع النتايج، وينادي المدرسين على أسماء الطلاب الفاشلين الساقطين يعني. الطلاب كلهم كانوا خايفين، كل واحد منتظر يسمع اسمه. يجي الأمن ياخد الطلاب الساقطين ويقعدوا يسحلوا بيهم في المكان، وبعدين ياخدوهم عشان يعدموهم. ينجح بليك ولينا وكيلين، وفي آخر لحظة ينادين اسم إيلي حبيب بليك، وياخدوها الأمن عشان تتعدم. يتصل بليك على أبوه عشان يساعد إيلي، بس أبوه مش راضي يساعدها، يقول له القانون اتطبق على الكل. فيتعصب بليك ويضرب الأمن، يقول لي إيلي اهربي، بس يحاصروهم وما يعرفوش يعملوا حاجة وياخدوها يعدموها. بعد سنة من الامتحان كان باقي يوم على امتحان السنة الجديدة، ويكون أول امتحان لأختي لينا الصغيرة كورين. وتيجي عندهم مدرسة بيرش، وهي اللي مربياهم بعد موت أمهم. ويظهر بليك في غرفته وهو بيسجل فيديو، ويقولوا إنه هيسقط نفسه في الامتحان عشان يقهر أبوه لأنه منقطش إيلي من الأعداء. وتاني يوم يجي وقت الامتحان وتودي لينا أختها الصغيرة من المدرسة، واشتغل فيديو للأطفال في المدرسة بيشوفوا وضع الكرة الأرضية ازاي بسبب الكثافة السكانية، ويشوفوا ازاي كل سنة الدول تقل كثافتها السكانية بنسبة 5%. وفي دول عمل القانون إن الزوجين مسموح لهم يخلفوا طفل واحد بس، لو أكتر من كده يعدموا باقي الأطفال. في دول يعدموا كبار السن لأنهم حمل على البلد بدون فايدة. في أمريكا اللي هي دولتهم قرروا يحافظوا على حياة أذكى طلابهم. حتى الأطفال بالمدرسة لازم ينجحوا في الامتحان عشان يعيشوا زيهم زي الكبار بالظبط. وتنجح كورين أخت لينا في الامتحان، ويظهر الشباب وهما بيمتحنوا. وبعد ما يخلص وقت الامتحان بتوصل نتيجة بليك بالامتحان لأبوه. دي متضايق جدا من درجات ابنه، كان خايف عليه لا يعدموه. فيكلم مدير الامتحانات مايسون يأمره إنه ينجح بليك بأي طريقة. فمايسون يبدل درجات بليك بدرجات لينا، وتسقط لينا وتتصدم إن هي جاوبت بالشكل صحيح. ويجي الأمن ياخدوها، وكله مستغرب ازاي لينا اللي دايما تطلع من الأوائل تسقط. مقدرش تقول للأمن لينا أشطر طالبة، أكيد في حاجة غلط في النتايج، بس يقولوا لها لأ دي النتائج النهائية. تدي بيرش مفتاح للينا عشان تقرا من الباب بتاع الجامعة. وبيلك مستغرب ازاي مسقتش في الامتحان، ويطلع أبو المحافظ على التلفزيون ويعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة. بعدها يضرب بليك واحد من الحراس ويروح لغرفة المراقبة، وتطلع عينه الطلاب الساقطين في الغرفة ويخلوهم يلبسوا ملابس مخصوصة عشان يعدموه. بس بليك يقطع الكهرباء عن المكان كله ويصبح ضلمة. الطلاب يستغلوا الفرصة ويحاولوا يطلعوا من المكان، بس كلهم فشلوا. مسكوهم مرة تانية إلا لين اللي عندها مفتاح للباب، وطلعت من المكان. بعدها يوصل مايسون لغرفة الإعدام ويسأل عن العدد، ويعرف إن بس لينا هي اللي قدرت تهرب منه. ويشوف بليك لينا وهي طالعة وينقذها من واحد من الحراس ويضربها، ويعرفوا إن في تلاعب في النتائج، ويهربوا في ممرات التهوية عشان يوصلوا المقر الرئيسي الكمبيوتر اللي فيه النتائج الحقيقية. يفضلوا ماشيين في الممرات ويوصلوا فوق الغرفة اللي فيها الكمبيوتر اللي فيه النتائج، بس لينا توقع المفتاح في الأرض قدام الحارس. مش بقولك يا عم دي غبية، اعدموها يا عم اعدموها. بس الحارس ما خدش باله ومشي. يروحوا لمعمل العلوم عشان لينا تربط مغناطيس في حبل وتسحب المفتاح اللي وقع، بس في حارس حس بيهم ولحقهم في الغرفة. ولينا خافت وطلعت، بس بليك يفضل في المعمل قاعد تحت مستخبي. وتطب عليه الحارس في الغرفة وتروح لينا عشان تسحب المفتاح بالمغناطيس، بس في نص الطريق الحارس يشوف الحبل ويمسكه، بس يطلع الحارس ده بليك ولابس ملابس الحارس اللي قافش في الغرفة بعد ما ضرب. يطلع الحارس اللي ضرب بليك في الأول ويقول لميسون على كل شيء حصل، وإن لينا عندها مفتاح تهرب بيه في الأبواب كلها. فيجمع مايسون كل الأساتذة عشان يشوف مين يمد المفتاح لينا. تقرب بيرش من واحد من الأساتذة وتاخد مفتاحه من غير ما يعرف. ويشوف مايسون كل واحد ومفتاح، فيقفش الأستاذ اللي بيرش ياخد المفتاح منه ويسأله عن مكان لينا، بس هو ما يعرفش مين لينا دي. يقول له هي دي عدلان ولينا.
ويضربوا مايسون ويخليه يفقد الوعي. بتروح لينا أخيرا للغرفة، بتفتح الكمبيوتر، بس يطلع مايسون عمل لها رمز. بترسل رسالة لكيلين لأن هو بيعرف يخترق الأجهزة، ويساعدها كيلين عشان يخترق الكمبيوتر. وتفتحه وتشوف النتائج، بتطلع نتيجة 86%، نتيجة بيلك 15%. وتشوف النتائج بتاع السنة اللي فاتت، وتشوف نتيجة إيلي 88% وتسيطر. في ناس جابوا درجات أقل منها ونجحوا. تعرف إن نظام النتائج ملعوب فيه، والمحافظ دين هو اللي بيتحكم مين ينجح ومين يسقط. وترسل لنا الملفات لكين، بيشوفها مايسون بالكاميرات. بشوف لنا الكاميرات وتطلع بسرعة من الغرفة، بس مايسون يلحقها ويروح بيلك للغرفة اللي فيها الطلاب الساقطين بملابس الحارس. جم الحراس ياخدوا الطلاب لغرفة إعدام، بس مرضوش يسمعوا كلامه، واتخانق معاهم. ويكشف القناع عن وجهه ويعرفوه. وكيلين يفتح الملفات اللي بعتها له لينا وينصدم من اللي شافه. يكونوا عنده أصدقاء شغالين في قناة الأخبار ويرسلهم ملفات. القنوات تعمل تقرير عن التلاعب بالنتائج. يطلع الدين في مؤتمر ويلبس كل التهم في مايسون عشان يثبت براءته، يعمل قرار إعدام لكل الطلاب اللي ساقطين، واللي من ضمنهم ابنه بيلك. وياخد مايسون لينا وبيلك مع الطلاب لغرفة الإعدام، ويتصل على دين عشان يديه الأمر بالإعدام، ويؤمر دين بتحرير الناجحين واللي من ضمنهم لينا، وإعدام الساقطين واللي من ضمنهم بيلك ابنه. وتشكر لونا بليك وتودعه عشان تساعدها، وياخدون بليك وكل الطلاب الساقطين ويعدمون بالحقن. بالليل تطلع جثث الطلاب الساقطين في الامتحان في المصعد، وينزل بيهم في المكان تحت في القاع. يطلع إن هما متخدرين بمهدئ بس ما عدمهمش. ويظهر قدامهم ضوء قوي، ويطلع هو مصنع كبير تحت في القاع ومليان بالعمال. يشوف بليك حبيبته إيلي اللي كانت تشتغل في المعمل بقالها سنة، ونعرف إن كل الطلاب اللي كانوا بيسقطوا المفروض يعدموهم يروحوا مصنع تحت في القاع. ويطلع ده قرار أمريكا عاملاه عشان بدل ما يعدموهم يشغلوهم ويزودوا الإنتاج للبلد، ينعلبوا دي بلد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.